أهلا بحضراتكم من جديد، أسعد الله صباحكم بكل خير. بكل تأكيد هذه النتيجة لمنتخب تونس هي نتيجة مزعجة ومحزنة للجماهير التونسية بعد الخروج رسميا من كأس العالم في هذه النسخة، لأن المتبقي أيضا لقاء صعب يعتبر بالنسبة لمنتخب تونس هو الأصعب، لأنه سيواجه منتخب هولندا الطرف الأقوى في هذه المجموعة السادسة. هارد لك حظ أوفر كابتن حاتم، ظهور مخيب، خروج مخيب لمنتخب تونس ونتيجة ثقيلة أيضا عن منتخب تونس أمام اليابان. يعني النتيجة كانت متوقعة حقيقة بعد الأداء المخيب للأمال. يعني لا نستطيع بمعنى أن نتكلم عن المنتخب التونسي أنه كان يستحق شيء في المباراة، يعني صفر فرصة حقيقية طيلة 90 دقيقة وأكثر بقليل. أنا أتكلم على كأس عالم تظاهرة عالمية، أنت لا تستطيع صناعة فرصة ثم تتكلم على يعني مستوى الكرة التونسية. وأنا قلت لك قبل الكرة التونسية مشكلتها أعمق من مباراة كرة قدم. يعني احنا في تونس عندنا ملعب وحيد مؤهل أن يلعب فيه يستجيب للشروط أو المعايير التي تضعها الكاف، ملعب وحيد. يعني أنت لما صفاقس يتأهل نادي صفاقس أو النجم الساحلي لابد أن يلعب في ملعب محمد العقبي في رادس، ولا لا يستجيب الملاعب لا تستجيب. هذا واحد. اليوم أكيد أن الاتحاد التونسي، طبعا نتكلم على الجامعة التونسية والمسؤولين يتحملوا المسؤولية، لأنه لماذا يتحملوا المسؤولية؟ هم أسباب المشاكل، لكن المشكل أعمق أنه من الاتحاد. يعني مشكل أعمق لأنه الوزارة في تونس هي اللي كانت ضد تعيين مدرب أجنبي في البداية. يعني وزارة الرياضة هي التي كانت ضد تعيين مدرب أجنبي، ولذلك اتجه الاتحاد التونسي بعد ما وجدت الوزارة ضد التعيين وذهبت المدرب المحلي. وما هي وجهة نظر الوزارة حول عدم تعيين مدرب أجنبي برأيك؟ يعني الانفاق يعني دفع يعني بالعملة الأجنبية. والانفاق ام ان المدرب التونسي اكفأ من المدرب الاجنبي؟ لا هي كانت رافضه يعني تدافع الاموال. ومع انه مع هذا احنا لما تم تعيين المدرب التونسي تم تعيين سامي طرابلسي. سامي طرابلسي طلبت منه كذلك الوزاره والاتحاد التونسي لان يكون هو المدرب في كاس العربيه، وكان ضد انه يمسك لانه كاس العربيه كان الفريق الثاني. فلما مسك صار اخفاق يعني، فكان رده فعل سلبيه من الجمهور. ثم كاس افريقيا كان مستوانا مقبول الى غايه الخروج، لم يكن بالمعنى السيء ولم نكن متميزين. لكن سامي طرابلسي يعتبر الذي كان اكثر استقرارا. اكثر استقرارا. انت اليوم سامي طرابلسي عينته كمدرب وحكمت فيها، تعرف ركله الجزاء في مباراه مالي اعتقد في الدقائق الاخيره وكنا متاهلين، ولو تاهلنا كان يستجيب للشروط عقد سامي طرابلسي لاستمر. فهنا نتكلم على زياد جزيري يعني المدير الفني او في المنتخب التونسي مع رئيس الاتحاد ونائب الرئيس. فانت اليوم استجاب لشروط النقد، وكان النقد ويعني وهذا سبب يعني الصحافه التونسيه او المنابر الاعلاميه في تونس معنى جعلت منها انه جهويات اكثر منها مصلحه المنتخب، جعلت منها لانه سامي طرابلسي من جهه معينه وسامي طرابلسي كذا، فكان نقد ليس رياضي. لا اتكلم عن نقد رياضي، لان النقد الرياضي نحن نكبر نقد رياضي في كل الاحوال، نقد فني نقد بعيد عن التجريح، هو تخطى هذا. لكن هل فعلا سامي طرابلسي يحسب على جهه معينه؟ يعني هو من جهه صفاقس وجهه نظر البعض يعني من جهه صفاقس يعني فكان نقد وضرب بمعنى لانه من هذه الجهه، وكان نقد يومي وليس نقد فني. لا نتكلم عن النقد الفني. سامي طرابلسي حقق نتائج ايجابيه على مستوى التاهل كاس العالم وعلى مستوى كذا وعلى مستوى النتائج وعلى مستوى العديد من الاشياء. ولكن ما العيب ان يكون منتخب تونس مع سامي طرابلسي وسامي طرابلسي يحسب على صفات؟ انا ما اعيبه على زياد جزيري، لأنه هو صاحب القرار، هو نائب الرئيس ورئيس الاتحاد، هذا ما أعيبه عليه، لأنك أنت صاحب القرار، فأنت لابد أن لا تستجيب للضغوط. ثم لما صار الضغط الكبير فقالوا احنا نجيبوا مدرب أجنبي، فجابوا مدرب تونسي سامي طرابلسي ضحية. صحيح. فأنت اليوم جبت صبري اللموشي الذي دمر عمل لفترة، فهذه المجموعة التي كانت لدينا لاعبين، اليوم فرجاني الساسي يستحق أن يكون موجود. اليوم أنت لما نتكلم عن ظهير الأيمن فاليري هو جيد في الأربعة لأنه يدافع بشكل جيد، لكن كنت أنت قادر في ظهير النادي الأفريقي الزعلوني ظهير جيد وأنهى بموسم جيد جدا، فكان قادر أنه في الثلاثة اليوم سنشاهد أقل شيء 3-4 عرضيات. لكن أنت تتفق بأن فاليري لم يقدم المستوى المطلوب في لقاءين غير سيء. فأنت اليوم كان الظهير أيمن أنت معنا قام باستدعاء النفاتي، وحتى لما غير طريقة اللعب أدخل لاعب وسط ميدان على الطرف الأيمن. ثم نتكلم عن حارس، نتكلم على غرام اللي هو معنا قام على غرام لاعب شختار اللي يلعب دائما لكن قادر ان يكون ضمن المجموعه. الزعلوني سجل هدف في الدقيقه فوق ال100. انا انا اتكلم على ادائه، قيمه اللاعب كان قادر انه لا يلعب اساسي، لكن كان قادر ان يكون على دكه الاحتياط، وفي 3-5-2 او 3-4-2-1 سيكون جيد على الطرف، لانه هو عنده بعض المشاكل في التغطيه. لما تلعب 5 مدافعين فهو هجوميا يعطيك الاضافه. لما نتكلم على فرجاني الساسي لاعب خبره، قد كان قادر ان يعطيك نوعا ما من الاستقرار، ويعطيك كذلك انه في المجموعه يكون جيد. انت لسه في حاجه لبعض اللاعبين، في حاجه عنصر الافتكاك في وسط الملعب. كره القدم انا دائما اقول تونس تعرف تتاهل ولا تعرف تجاري ولا تعرف
لما تصل البطولة ماذا يحدث في القائمة؟ القائمة يصير فيها تدخلات ويصير إبعاد من يستحق واستدعاء بعض الأشياء من لا يستحق، ولذلك تجد أن الأجواء تكون متوترة نوعا ما. أنا لماذا ألوم زياد جزيري؟ لأنه هو ابن المنتخب، وهو من أسباب الرئيسية الذي فزنا بكأس أفريقيا معه كلاعب، وهو كان مسؤول في النجم الرياضي الساحلي وحقق نجاح وقام بانتداب. كيف يقع في هذه بعض الأخطاء اللي نوعا ما بدائية؟ أنت المفروض أنك كنت تقاتل من أجل أن يبقى سامي طرابلسي، وإلا بعد سامي طرابلسي تذهب مباشرة إلى الفيرنا أو تذهب إلى نوعية مدربين أفضل مما جبت لنا، افضل من صبري اللموشي، افضل بكثير. يعني انت تشاهد بان قدوم صبري اللموشي على فكره هو الخطا الكبير. عندي صديقي انا احترمه وكان لاعب معايا اسمه الحبيب التونسي، ولا اعلم هل الحق نتكلم معه، من لما تعين صبري اللموشي قال لي الحبيب التونسي يشتغل هنا في الغرافه، يعني مع الغرافه، قال لي تونس ستخسر مباريات 3. واسوأ تعاقد قامت به الوحده، لانه يعرفه جيدا في الدوري القطري، لانه هو يعرفه جيدا، انا لا اعرف، لكن انا دائما اتساءل كيف فشل في الكوت ديفوار مع دروجبا وتوري، كيف فشل في الكوت ديفوار؟ اليوم ياتينا التاكيد، انا لا اتكلم على فيرنان، لا ولا الومه، ولا حتى التغييرات التي قام بها منها ما ليس له، لانه لا يعرفهم، لابد ان يستحق الى بعض الوقت. الاشكال اللي احنا وصلنا، انا اليوم تعرفني كنت نتمنى 3-0 يكفي، ما نتمنى الحكم ان يصفر، هذا مشكل. يعني احنا تاهلنا لكاس العالم، لكن اليوم تونس تعتبر حصالة في موجودة في كأس العالم. اليوم نحن أسوأ ومن بين الأسوأ المنتخبات العربية الإفريقية المشاركة في كأس العالم، وهذا عيب على المسؤولين وعيب على من هو مسؤول في الكرة التونسية ومن هو يقرر لمصلحة الكرة التونسية. وأتمنى أن يحدث مثل ما حصل في 94، لكن 94 كانت إفريقيا فشلنا، لكن كانت ثم نهضة رياضية في تونس. اليوم نحن في نكبة رياضية في تونس، لا يوجد استثمارات، لا يوجد بنية تحتية، لا يوجد ولا شيء في كرة تونس. في هذا الكل كيف انت تنتظر من منتخب ان يقدم؟ فاليوم لاحظ انت في المغرب، لماذا المغرب ناجحين؟ واتمنى لهم النجاح اكيد، ونحن دائما مع المغرب ومع كل المنتخبات لأنها عملت على مشروع وبنيه تحتيه، احنا كنا مع بعض في النهائي، شاهدنا البنيه التحتيه في المغرب، بنيه تحتيه على اعلى المستوى. على مستوى. احنا لو تذهب الى تونس احنا كنا سباقين وبنيه تحتيه، ضمن كاس العالم، كاس افريقيا 94 ثم عودنا 2004. هذا يعطيك على الاستثمار. وبالمناسبه فزتوا على المنتخب المغربي في النهائي. نعم، المنتخب المغربي، ثم عاد لعب نهائي وليد الركراكي من بعد ذلك في كاس افريقيا الاخيره التي ستحسم في التاسع، نتمنى لهم التوفيق. نعم. لكن انا اتكلم انه مشكلتنا اعمق من ذلك، اعمق من رئيس الاتحاد، وان كانوا يتحملوا المسؤوليه، واتمنى ان يقدموا الاستقاله جميعا بعد العوده من كاس العالم. هل فعلا هو خارج السياق، هل فعلا تونس كانت قريبة من تقديم ملف أيضا لاستضافة كأس العالم؟ متى؟ هذه من عند الزميل محمد جبالي، يزودني بمعلومة بأن هي أيضا بناء على البنى التحتية الموجودة سابقا كانت قريبة من هذا المشروع، لكن كانت هناك تطلعات تستمر في البنية التحتية، تستمر. نحن لم يتم الاستمرار، احنا عندنا ملعب المنزع اعتقد تم هدمه من 7-8 سنوات ولا اكثر ولا 10 سنوات، ولم يتم اعاده بناء لغايه الان مدارج فاضيه بدون ولا شيء، فاحنا نتكلم عديد من الملاعب. فاليوم لابد ان تحدث ثوره رياضيه، بمعنى ان يكون فيه اهتمام اتجاه الرياضه، وانا نعلم كثيرا الرياضه ما تدر على الدول التي نظمت وستنظم. واليوم التعريف، لاحظ انت وصولك لكاس العالم فقط يساهم في التعريف في بلدك، ويساهم في انتشار السياحه، ويساهم في جلب العديد من الامور. نحن اليوم شاركنا في كاس العالم، حقيقه خرجنا بفضيحه كبيره، يعني اليوم مباراه هولندا احنا سنواجه هولندا الافضل الاقوى والاحسن، واتمنى ان نخرج بفضيحه اكبر، يعني من 4 و5 5 و4. طبعا رومان احنا خرجنا خارج السياق الفني الخاص بالمباراه، ولكن كلاعب تونسي حاتم الطرابلسي واحد الاساطير، والذي ايضا توج بكاس افريقيا للمره الوحيده والاولى للمنتخب التونسي، بكل تاكيد هناك حرقه، هناك غضب عما قدمه المنتخب التونسي. حتى لم نشاهد هيرفي رونار يستطيع تقديم اي اضافه فنيه بناء على الاسماء الموجوده، وحتى التغييرات لم تعطي الاضافه بالنسبه للمنتخب التونسي، والخساره كانت موجعه 4 أهداف امام اليابان. طبعا هذه نتيجة مخيبة للأمال بالنسبة للجماهير التونسية. أن ترى الجماهير التونسية تؤدي، اللاعبين يؤدون بهكذا طريقة، هذا شيء محبط، ولا يمكن أن نلقي بالمسؤولية على المدرب. طبعا الوضعية كانت معقدة جدا بالنسبة للسيد هيرفي رونار، لم يقم باختيار اللاعبين وتوجب عليه أن يتأقلم مع ما وجده. أعتقد أن المشكلة هي مشكلة ذهنية بالأساس. التونسيون كانوا قادرون على القيام بشيء أحسن،
بصراحة الأداء كان هزيل جدا وفقر كروي بأتم معنى الكلمة. انتظرنا الأحسن وانتظرنا جاهزية ذهنية أحسن، إذا خيبة أمل كبيرة وهذا سيغضب الجماهير. طبعا 14 هدفا إذا أخذنا بعين الاعتبار المباراة الودية ضد المنتخب البلجيكي، ومثل ما قال حتى مترابلس لابد من أحداث ثورة كروية في تونس، خاصة في ضوء هذا الأداء الهزيل الذي قدم في هذه النسخة من كأس العالم. لابد من تحسين البنية التحتية، لابد أن تكون هناك رؤية استباقية لما يمكن أن يحدث في المستقبل، أيضا تكوين أكاديميات، ولابد من الاستثمار في البطولة التونسية. البطولة التونسية إذا عدنا إلى عقدين من الزمن كان الدوري التونسي من أحسن الدوريات في القارة السمراء، وهذا ولكن هناك الكثير من الأشياء وهناك الكثير من الإشكاليات في كرة القدم التونسية، لابد من إعادة النظر. إذن بالنسبة للمدرب أعتقد أنه لا يجب أن تضع المدرب تحت الضغط الكبير، وهذا ما حصل. إذن لم تسر الأمور على أحسن ما يرام. ثم شاركوا في منافسات الأفكون وكأس أفريقيا، الأداء لم يكن جيد والمشاركة في البطولة العربية لم تكن جيدة، ووقع طرد السيد سامي طرابلسي وهذا ما زاد الطين بلة. في عام 2004 فاز المنتخب التونسي بكأس أفريقيا وكان يتوجب عليه أن يبني على ذاك النجاح ويطور كرة القدم التونسية. كانت فرصة سانحة لتحسين البنية التحتية ولم يحدث ذلك. لسوء الحظ نحن أو التونسيون يجنون ثمار ما قاموا به. لابد من عملية بين ظفرين، تنظيف بأتم معنى الكلمة لكي يطوروا كرة القدم. رأيك في المباراة مبارك؟ طبعا خرجنا لسياق أكبر من كرة القدم وأوسع على المستوى التنظيمي، على مستوى اتخاذ القرارات أو معمل اتخاذ القرارات وهو الاتحاد التونسي لكرة القدم كما أشار حاتم، وأيضا وزارة الرياضة التونسية في عملية اتخاذ القرارات. لكن بعيدا عن ذلك لربما هناك عوامل كثيرة قد تؤثر بشكل كبير على المنتخب التونسي وتنعكس على أداء المنتخب التونسي داخل أرضية الملعب. سامي طرابلسي قاد المنتخب للوصول إلى نهائيات كأس العالم والآن هو غير موجود. عين الاتحاد التونسي لكرة القدم صبري اللموشي، قيل صبري اللموشي بعد أول لقاء أمام منتخب السويد وأتى بهيرفي رونار، والآن هيرفي رونار أيضا يخسر ب4 أهداف. أولا المنتخب الياباني طبعا فاز في هذه المباراة بأقل مجهود. ثاني شيء سيطر على المباراة بالطول والعرض، فريق يلعب هو مرتاح. معناتها المشكلة في الفريق المنافس اللي أمامك. يعني تخيل المنتخب التونسي خاصة في مباراتين 9 أهداف، 5 و4. نتيجة ثقيلة جدا، مجموعة أهداف ثقيلة جدا. هذه أنا ما أحملها. شوف، أول شيء أنا ما أحملها اللاعبين على الكلام اللي سمعته من كابتن حاتم. يتحملها اتحاد الكرة، هو مسؤول الأول والأخير عن هذا اللي حصل. أنت عارف عندك بطولة مهمة والكل ينتظرها، الشارع التونسي والجمهور ينتظرون هذه البطولة. اليوم لما تبدا هالبطوله تظهر بهذا الوضع، معناته انت تتحمل مسؤوليه. كان عندك سامي طرابلسي في يمكن في التصفيات ما خسر ولا مباراه وما تسجل عليه هدف. يعني الفريق كان شكله، يعني كان شكل الفريق شوي جيد، قدم تصفيات ممتازه. اليوم هي نقطة التحول لسامي طرابلسي كانت في كأس أفريقيا تقريبا. اي بس عبد العزيز يجب ان هناك يكون في استقرار. معناته هذا الموضوع مسؤولية الاتحاد. معناته اذا الاتحاد اليوم انت مش قادر، من المفترض انك تقدم استقالتك. ان اللي قاعد يصير شيء مش طبيعي. يعني انت تفضل بان سامي طرابلسي كان يستمر افضل؟ مفروض انت مقبل على بطولة مهمة والجمهور ينتظر متعطش بيشوف منتخبه. المنتخب اليوم يطلع بهذا الوضع. يعني تخيل الشوط الاولاني 0 والشوط الثاني 0 اصفار، ما عنده شيء. يعني تحس الفريق اقل من متواضع، الفريق عادي جدا. يعني لا شفت مستوى، لا شفت كورتين على بعض، نقلتين على بعض، ما شفنا لا اطراف لا شفنا وسط ولا شفنا شيء. كأن الفريق قاعد يؤدي هذه البطولة كمشاركة. يعني اليوم انا اليوم كمشاهد لما شاهد منتخب تونس بهذا الوضع ازعل، لان تونس دائما عودتنا على لاعبين واسماء تملك مستويات جدا رائعة، وكانت عندها لاعبين دكة الاحتياط افضل من اللي يلعبون. اليوم لا دكة احتياط عندك جيدة ولا اللاعبين الاساسيين جيدين.
معناته ان هناك عندك مشكله كبيره. انت في تاريخك مع النادي العربي نعم. التقيت في البطوله العربيه مع الترجي التونسي، الترجي الرياضي التونسي. دائما احنا نلعب مع الترجي، معظم البطولات اللي نلعبها. كان الفريق يعتبر مميز، فريق مميز في منتصف التسعينيات تقريبا. كان الانديه كلها جيده في تونس ترى، مش الترجي فقط، كل الانديه ما شاء الله كان انديه تملك لاعبين، تملك اسماء. اليوم انا على اللي انا شاهده، شوف اللعبه، تحس ان الفريق جاي كانه يؤدي بس تاديه واجب 90 دقيقه واخلص وارجع. حرام يعني اللي الجمهور قاعد ينتظر ويتمنى ان يشاهد منتخبه يطلع بصوره جيده، يطلع بهذا السوء. يعني انت عندك مدرب مثل سامي طرابلسي، يا اخي عطى الوقت، عطى وقت. يعني ما يصير انت تعطي انت تجيب المدربين الاجانب تعطيهم وقت كامل. لكن المشكله مع سامي طرابلسي كانت هناك ضغوطات لانه لم يؤدي ادوار مجموعات في كاس افريقيا بشكل مطلوب. تدري ليش؟ فقط هذه نقطه التحول. انا على حسب يعني والاعلام ضغط بشكل اكبر عليه. صار الضغط عليه مش من الشارع، لا، صار الضغط عليه من ضمن الاعلام. اليوم انا عندي مدرب وعندي بطوله مهمه مثل كاس العالم، المفروض حتى الاعلام يكون مساعد مهم للاتحاد الكره وللاعبين للمدرب. انت ما يصير انشقاق. صعب ان انت تحط اي مدرب لما يصير هناك في انشقاق في بعض الامور ما تكون واضحه للمدرب، معناته ان هناك في عمل غير صحي للمدرب. انت اليوم شوف المظهر اللي ظهر فيه، مظهر مخجل جدا. يعني انا ما اتمنى ان اشاهد المنتخب التونسي بهذا الوضع، والله ما اتمنى. قلت يمكن انا على المباراه الاولى قلت ممكن الناس تبالغ شوي، ممكن الاعلام والناس تبالغ على المباراه الاولى. لا، انا تمنيت اني ما شفت المباراه الاولى، شفت المباراه الثانيه هذه وتمنيت اني انا ما شفتها. صراحه فريق كانه جاي داش مباراه 90 دقيقه فقط. يعني انا ما الوم كابتن حاتم، يعني لما انا اشوف منتخبي بهذا الوضع، لا، من حقه يقول اللي في خاطره وزياده. ليش؟ لان الجمهور يعني ما يستحق هذا الوضع. الجمهور التونسي والله ما يستحق هذا الوضع. قاعد متعطش، قال على الله وعسى مع تغيير المدرب. انت ما سويت شيء ترى. المشكله مش في مشكله المدرب، انت اول شيء ما تملك لاعبين ترى عبد العزيز، لا لاعبين دكه احتياط ولا لاعبين، عكس المنتخب الياباني. 3 يلعبون في هولندا، عنده في بلجيكا، عنده في المانيا، عنده فريق متنوع، فريق يملك شخصيه. شوف يلعب هو مرتاح، ما عنده اي ضغط، ما عنده. المنافس اللي امامه سهل جدا، سهل، فريق مسلم، يعني ما يقدر يوصل يعني للمرمى الياباني. بعض الاستدعاءات قام بها المدرب السابق قبل تعيين نيرفين هنا، اكيد بمساعده مع الشاور مع الاتحاد التونسي، من اجل لأن الأندية التونسية تعاني من مشاكل مادية كبيرة. فعلا جدا كل لاعب تم استدعائه ياخذ 250,000 دولار و 300,000 دولار. لم يتم استدعائه استجابة لإمكانياته الفنية من أجل النادي، من أجل النادي. وفي تونس نحن عندنا 3-4 فرق، فلا بد 3-4 فرق، نتكلم عن كبيرة يعني أكيد عندنا كثير، لكن ال4 فرق اللي فيهم نوعا ما من التنافس وما كذا، فهم الآن وقعوا في مشكل، فلا بد أن أرضي ال4 فرق أن يكون كل فريق لديه لاعب منها. في مشكل، في اشكال. اليوم انا اليوم لماذا انت مسؤول؟ في الاخير لابد ان لا تستجيب للضغط اذا كنت مقتنع بشيء ما. صحيح. اذا كنت انت مقتنع بهذا المدرب فلا بد ان تضع ثقتك فيه مهما كان. هو انت عينت من اجل في مكان القرار، من اجل ان تاخذ انت القرار. صحيح. احنا دورنا كمحللين او كاعلاميين في تونس، ومن اسباب المشاكل في تونس اعطيك اضافه انه جل المنابر الاعلاميه غير محايده، لانها تدافع فقط على لاعبين انديتها، لا يهم مصلحه المنتخب. فالاشكال اليوم لما كان الشامخ حارس مرمى قام بموسم جيد، يعني فاز فريقه بالدوري في تونس، انا ليس لدي اي اشكال. يعني في الاخير انا المهم انه هو يكون جيد. جماهير في تونس الكل ضده، لماذا؟ هل تريد ازاحته من انا ما عنديش مشكله، لانه هو في الثقه في النفس تداول، ولذلك لابد من تغييره في مباراه اليوم. ودحمان من افضل الحراس كذلك في المنتخب في تونس، وكان ممتاز. والمدرب صابر اللموشي ماذا قال لدحمان قبل البدايه، قبل في تربص، قبل القدوم؟ قال له انت ستكون ثالث حارس ولكن لا تلعب معي. وذكروا ببعض الاخطاء التي وقع فيها سابقا، يعني سابقا اخطاء قبل اهداف. هل يعقل في مدرب في العالم ياتي لاعب يدمره نفسيا؟ هو انا عارف ان المدرب يصلح، هذا دمره نفسيا. في بعض المدربين انا اتفق معك، في بعض المدربين يعني احيانا يجي لاعب يمر علي مستوى صار له 3-4 مباريات عامل دروب. شنو دور المدرب في هالوقت؟ دور المدرب انه يرجع لي اللاعب. اول مره انا اشوف مدرب يقول حق لا صراحه لماذا انا موجود في المجموعه؟ الاشكال انا ما عندك الحق انت كمدرب تعطي اللاعب في مكان لاعب في مكان، لكن الاشكال انك تدي معناها المنافس. انا لاني انا معناها اذهب للتدريب من اجل
اني ادافع على مكاني من اجل ان العب اساسي، انت تجي تحرمني من هذه الفرصه، تقول انت ستذهب من اجل مكمل ولست رزق اساسي، هذا مشكل كبير مع الحدث. هذا من يتحمل التعيين؟ الاتحاد التونسي. من يتحمل المشاكل الجهويه التي وضعت في تونس ووجعل، لا اقول كلهم، بعض المنابر الاعلاميه ان تكون تدافع على لاعب لانه من فريق هذا واللاعب